بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، إن شاء الله تكونوا كامل لاباس ومرتاحين. اليوم عندنا وصفة سهلة وسريعة اللي هي كريات البروكلو. هنا عندنا بروكلو نغسلوه ونحطوه يغلي يتشرشم، من بعد نرحيوه هكا بالفرشاة، مش نرحيوه خلاص. من بعد نحطو معاه آه، هو مرحي هكا، نحطو معاه بصل ومعدنوس ودجاج مرحي أو لحم مرحي أو حتى طون، يعني اللي يكون موجود. بالنسبة للبهارات استعملت ملح وفلفل وراس الحانوت وثوم. هنا واش عندكم بهارات زيدوا، ممكن شوية كمون، ممكن فلفل عكري، بهارات الدجاج وعلاه لا يعطيه ذوق مليح. نخلطوهم مليح مع بعضاهم، نعجنوهم مليح ونزيدوا لهم الخبز اليابس المرحي، محمص أو حتى مش محمص يعني عادي. ومن بعد نديروا الكورية ونحطوا في نصها قطعة من الجبن اختياري، بعد نحطها في العظام وفي الخبز اليابس المرحي، ونحمّروها في المقلاة تحميرة خفيفة على نار هادية، مليح، تعطينا يعني لون مليح. من بعد في مقلة نحطو شوية تاع الدجاج، باسكو حنا قسمنا النص تاع الصدر، النص رحيناه واللي بقى نحمّروه هنا في شوية زبدة وزيت. في نفس الزيت اللي حمّصنا فيه نحيو ونحطو هذا البصل المقطّع رقيق قد ما نقدروا، وعندنا توم، سنة توم، حتى نحمّروه حتى يدي هذا اللون، ونحطّو عليه مغرف فرينة ونحمصاها شوية، ونخلّيو شوية زيت. هنا أنا نقّصت تقريبًا الزيت بزاف، هنا حطيت مغرف هريسة للي يحب الحار، ومغرف طماطم، يعني صغيرة مش الكمية أصلًا مش حندير كمية كبيرة. بعد ما يتحمروا مليح ونقليوهم مليح، نزيدو عليهم الحليب يكون دافي يعني ولا حتى بارد عادي، المهم باه ما ديرلناش تكتلات في هاديك الفرينة. ومن بعد نحطو البهارات، حطيت ملح وفلفل وراس الحانوت، هنا ما كترتش بهارات، نقدروا نحطو بهارات الدجاج، نحطو البهارات اللي يعني اللي تكون عندنا متوفرة وتعطينا ذوق مليح. نحركوها مليح، أنا زدت فرماج حطيته يدوب معاه، وزدت رجعت قطع الدجاج اللي كنت حمرتها، وحطيت كريات البروكلو على هاد الصلصة البيضا، ونخليهم يتجمروا مليح يعني حتى يتشربوا، نحطهم نقدموهم مع رز أو بطاطا مقلية حسب الاختيار، ونحطوا رشة المعدنوس السحرية وشاهية طيبة.